يا صباح الخير، يا صباح الفل عليك، وصباح النشاط، صباح القهوة مريحة حلوة. صباح الرزق كده يا رب، وتفريج الكروب. النهاردة فيديو جديد، حطي لايك بقى للفيديو واشتراك لو لسه ما اشتركتيش. ويلا بينا نشوف فيديو النهاردة فيه ايه. فيديو النهاردة خفيف جدا، فيه شوية حاجات كده حلوين قوي، هتتشجعوا معايا. وفي نفس الوقت عايزة اتكلم معاكم كده في الظروف اللي احنا فيها اليومين دول، اللي كل الناس بتمر بيها، وده يعتبر امتحان لكل ست بيت وامتحان لكل راجل. فعلا فعلا. يعني يقدر يمشي بيته كده اليومين دول، وكل ست بيت تقدر تدبر نفسها وتقدر تمشي البيت زي ما كان ماشي، ولو هنستغنى شوية عن حاجات في حياتنا، يعني علشان الدنيا تمشي، وعشان ما نحسس نفسنا بالضغط، ونحسس مثلا زوجك، او تحسسي راجل بيتك بان الدنيا خلاص وقفت وان انتي مش هتعرفي تتصرفي. دي حاجة مش بايدينا، بس احنا نقدر نعمل اللي علينا في الظروف ديت. بإذن الله ان شاء الله نعديها، وبإذن الله نخفف كده على نفسنا كل حاجة احنا بنمر بيها. تعالوا علشان ما فتكوش في الكلام اقول لكم انا بعمل ايه. انا بعمل قرص اقتصادية قوي، حلوة جدا. انا حطيت نص كوباية من السمنة السايحة، نص كوباية من اللبن، نص كوباية من المية، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة. هقلب كل ده مع بعضه كده، المواد السائلة مع بعضها، وبعدين هنزل بكوبايتين من الدقيق وهقلبهم. الدقيق على حسب ما السوائل بتاعتك هتاخد. انا عملت كده بالمعلقة، لميته، حسيت ان الدقيق عايز يعني العجينة عايزة دقيق تاني، حطيت شوية صغيرين ولميت كده العجينة. زي ما انتوا شايفين هي بتبقى عجينة طرية جدا، مش بتلزق، عجينة طرية مش بتلزق، وفي نفس الوقت كده ملمومة. والبولة بتاعتك بتفضلي تعجني لما البولة بتبقى نظيفة جدا. القرص دي اقتصادية حلوة، ممكن تعمليها مثلا كل يومين ولا حاجة للفطار، علشان تبطلي تجيبي بقى مثلا قرص من بره، فينو من بره، الحاجات بتاعت بره، لان كل حاجة بره بقت غالية. ويعني وبقت تكاد تكون يعني مستحيل ان انتي تقدري تجيبي كل يوم بنسبة 100% زي ما كنت بتجيبي. فهنعمل بقى ايه، كل كام يوم كده نعمل صنف مثلا معجنات ولا حاجة، يبقى للفطار للولاد لو جعوا بالليل. هيبقى سهل كده وبسيط وموفر برضك معانا. خلصت كده العجينة، سبتها يعني ايه، ما خمرتش قوي، بس حسيتها كده ايه، ارتفعت شوية. وهجيبها كده احطها زي ما هي وببططها، وبالسكينة كده بحاول ان انا اقطعها. يا اما هتقطعي كده كور بايديكي، تحطي العجينة قدامك وتقطعي منها كده وتعملي كور كده بايديكي. انا هعمل القرص بتاعتي حجم صغير قوي، لان انا ايه، بحب القرصة صغنونة كده تمسكيها في ايدك قد الكحكاية الكبيرة، بتبقى شكلها حلو. قطعت كده العجينة دي، اتعملت معايا حاجة وعشرين قرصة، من الكوبايتين ونص يعتبر دقيق. باخد كده كل مثلا قطعة، واحاول ان انا اخلي كل القرص قد بعضها. باخد قطعة قطعة كده واكورها، واخلي السطح بتاعها يبقى املس قوي. بعملها زي السرة كده، بفرد بايدي وبلمها كده كأني بلم سرة لورا. كورت كده كل العجين بتاعي زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ويعني ايه منجزة برضو. هجيب بقى الصينية اللي انا هعمل فيها، وهبصوا بقى هنبطط ازاي بطريقة سهلة جدا. باخد كده اول واحدة عملتها تكون ارتاحت، ومش هعمل بصوابعي عشان ما تبصمش. هاتي عندك اي غطا برطمان للسكرابر ده اللي احنا بنقطع بيه، اي حاجة تكون سطحها متساوي كده، وهتبططي كده عشان تاخدي الشكل اللي هو ايه، السطح املس كده والصوابعك مش مبصمه. ما عندكيش الكلام ده، هيبقى بغطا برطمان عادي. وحاولي ما ترققيش القرصه علشان ما تبقاش خفيفه وتتحرق. بصوا بقى العجينه، الكوبايتين ونص دقيقه عملوا معايا قرص قد ايه، من نص كوبايه سمنه. حطيتها بقى في الفرن على درجه حراره 180 ل 190. استوت وبقت زي العسل. بصوا حلوه ازاي، ما بشغلش الشوايه خالص، هي بتاخد لون لوحدها. بصوا طرية وجميلة، والسمك بتاعها حلو. يعني انا كمان كنت عايزة اسيبها تختمر، بس الجو كان ساقع اليوم ده الصراحة. يعني قعدت شوية ما اختمرتش، او لو كمان سبتيها تختمر مثلا اكتر من ساعة ولا حاجة، هتلاقي معاكي نفشت اكتر كمان. بصوا طرية من جوه، تحسوها عاملة زي القرص المبسوسة، وفي نفس الوقت ليها طعم حلو قوي. انا كنت عاملاها بسمنة جنة، اللي هي بطعم الزبدة الفلاحي، طعمها تحفة كأنك عاملاها بزبدة بلدي، حلوة جدا.
عملت بقى القرص دي وسبتها كده، حطيتها في علبة وقلت اخليها للفطار كده علشان ايه. طبعا بنبقى عايزين ناكل حاجة بالليل، بنتي بتبقى عايزة تاكل حاجة قرصة بجبنة ولا حاجة الصبح مع كوباية القهوة، ممكن تاخديلك قرصة، بيبقى حلو جدا. هنا بقى كنت عايزة اعمل غدا وما يعني ما نزلتش، ما جبتش حاجة من تحت، لقيت عندي كده كيس في الفريزر. بصوا انا بعمل ايه، لو مثلا جايبة بانيه ومثلا يعني عارفة ان احنا هناكل النهاردة بس مش هشيل مثلا حاجة لتاني يوم، او مش الاكل مش هيكفينا يومين، ممكن لو فاضت قطعة بانيه ولا حاجة اروح شايلة مثلا ايه قطعة من النص كيلو البانيه، اروح شايلة قطعة قطعتين في كيس. المرة اللي بعدها بعمل كده، المرة اللي بعدها بعمل كده. عندي مثلا جايبة مثلا صدر مثلا فرخة، بشيل مثلا قطعة. عندي مثلا بانيه جايباه وحسيت ان هو مش متقطع كويس او الراجل مش مقطعه كويس، وهيبقى عايز يتعمل شاورما مثلا، بروح شايلة مثلا القطعتين اللي هما مش متقطعين كويس برضك في كيس، بروح حطاهم بيعملوا عندي اكلة في الاخر. طلعت بقى البانيه زي ما انتوا شايفين كده وقطعته وغسلته كويس وحطيت عليه نص كوباية من الزبادي او نص كوباية من اللبن، ملح وفلفل اسود، وسبته شوية. وهنا بقى كان عندي بصلاية، رحت مشوحاها كده في شوية من الزيت، ونزلت بقى على البصلاية بالفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين. المقدار بتاع البصل حوالي بصلاية ونص او بصلتين متوسطين على اكتر من ربع كيلو بانيه، يعني ده كان اكتر من ربع واقل من نص، يعني فاهمين، يعتبر ربع وتمن يعني. قلبت كده الفراخ بتاعتي وشوحتها، وعندي فلفل الوان بقى من اللي احنا مفرزينه مع بعض، رحت نازله كده بيه على الفراخ بتاعتي، وبقى عندي احلى طبق شاورما تحفه. طبعا انتي لازم تتصرفي لو ما عندكيش حاجه تتعمل، او ما عندكيش حاجه تنزلي، مش عارفه تنزلي عندك حاجه في الفريزر تطلعيها، تتصرفي منها وتحاولي ان انتي تطلعي منها حاجه حلوه، مش ان انتي تطلعي مثلا الكيس ده وتروحي عاملاه مثلا بانيه مقلي وتقعدي وخلاص على كده. لا، انا عملته شاورما بحيث ان انا مثلا عايزه اعمل سندوتشات كده واعمل جنبها حاجه تانية، اللي هو عارفين بتبدعي كده في الاكل بتاعك او في الطبق بتاعك، علشان برضو لو عندك اطفال يحبوا الاكل بتاع البيت. جبت كده الكايزر دوت ورحت مفتحاه كده بالمقص وجهزته، وحشيت بقى السندوتشات بتاعتي كلها على طول بعد ما الفراخ استوت. هناكل كده؟ لا طبعا. حمرت بطاطس، وكان عندي رز من قبلها بيوم برضو مش هنرميه طبعا. تعالوا بقى اوريكم هنعمل طبق كده مطاعم ازاي. عندي ده الطبق اللي احنا هنقدم فيه الاكل بتاعي. احط كده مثلا ايه في الطبق 3 سندوتشات كده، تقدري تعملي بدل الكايزر تقدري تعملي فينو عادي جدا. وبعد كده عندي الرز ده كان بايت من قبلها بيوم، سخنته بحتة زبدة وكان طعمه تحفة، وعملته زي قالب كده. وحطيت كمان بطاطس كده محمرة مع الطبق. حط بقى عندك كيس كاتشب، عندك مخلل، عندك بقى مثلا كيس شيبسي جنب الاكل. بصوا اي حاجة كده تخلي الطبق بتاعك فخم كده وحلو، وتحسسي اللي بياكل ان انتي جبتيله بقى وعملتيله وكلفتيله. وبالذات لو اطفال بيحبوا اكل بره، فهيعجبهم قوي الطبق ده. بصوا طبق كامل متكامل وغير مكلف يعني قوي، ما كلفناش نفسنا قوي قوي، بس الطبق شكله فخم جدا. ده كان الغدا بتاعنا، وكان سهل وبسيط كده وسريع وموفر، وفي نفس الوقت اللي هو اكلنا برضو حاجة بروتين حلوة. بصوا الفراخ من جوه جوسي جدا وحلوة قوي. انا كنت متبلاها بنص كوباية من الزبادي، وملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وشويه من البابريكا. لو انت عامله الحاجات دي على بعضها، التوابل دي على بعضها، يبقى حلو جدا. تعالوا بقى نعمل سهرة برضو حلوة جدا على قد الايد ليوم الخميس، موفرة وحلوة، وهقول لكم على كذا فكرة تقدروا تعملوها. انا كنت عاملة كيكة في اللي هي القالب ديت برضو من قبلها بيوم. قلت بالليل كده ايه نقوم نعمل كده سهرة حلوة، واحط لهم كده الكيكة بشكل حلو واحنا قاعدين مع بعض. حطيت كده الكيكة على الكوستر بقى، عندك على الكوسترات الخشب دي، كلنا عندنا الكوسترات ديت، على صينية شكلها حلو. كل واحد طبق مثلا، لو انت هتعملي اطباق هيبقى برضو الشكل حلو قوي. شوية لب بقى، في اي بيت برضو اللب بيبقى موجود، او احنا اللب ده من ابسط الحاجات اللي هي بتاعت التسالي، يعني احط بقى شوية من اللب كده. واللب السوري يعني معشوق الجماهير.
وبرضك لو انت عايزة تحطي التسالي في طبق والكيكة في طبق وتلمي دنيتك ماشي. انا بديكي افكار اللي هو انت تعملي حاجات يعني ايه شكلها كده فخم شوية وفي نفس الوقت مش مكلفة. شوية جيلي كولا لو موجودين هيبقوا برضو قمر قوي. انا بنتي بتحب الجيلي كولا جدا فعلى طول بنجيبه، وانا كمان بحبه اكتر منها. فشوية جيلي كولا بقى كده حلوين. بصوا حاولوا ان الايام الصعبه اللي احنا فيها دي تخففوا على نفسكم يعني بحاجات بسيطه يعني انا بالنسبه لي السر بالنسبه لي في اليقين بالله عز وجل، انه كل الرزق عليه وكل الامر بايده. وفي السماء رزقكم وما توعدون. محدش يشيل هم ابدا الاكل ولا الشرب ولا الفلوس ولا الكلام ده، علشان ده يعني دي حاجة بإيد ربنا يا جماعة. والله مهما عملنا ومهما تعبنا ومهما فكرنا، اعملوا اللي عليكم، اشتغلوا وتعبوا شوية ووفروا واعملوا اللي عليكم، وفي الآخر كل حاجة بإيد ربنا. عملت شوية فشار قمر كده، وده كان دي كانت السهرة بتاعتنا بتاعت يوم الخميس، وده كان الفيديو بتاعي. أتمنى يا رب يكون عجبكم وكان خفيف جدا عليكم. النهاردة كنت حابة أتكلم معاكم في كام نقطة دول، علشان بس نخفف على بعض آه، ما غيبش عنكم كده. لو اول مره بقى بتشوفيني حطي لي لايك للفيديو، اشتراك لو لسه ما اشتركتيش، وتابعي بقى ان شاء الله معايا الفيديوهات الجايه حلوه جدا. وادخلي كده خدي لفه في القناه لو عجبتك، حطي لي بقى لايك واشتركي فيها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.